مازلت باش نتحفك برشا حاجات اخرين. غير اصبر شويه برك. ان توكا دونك سلموا على الناس الكل بعد شويه. ماشيين ماشيه مزيانه. شنو هي الولايه اللي في تونس معروفه نقولوا لها اسم الولايه العاليه؟ سهل. شو تقول لي لا زاده حتى هذه فيها لا. لا سامحني فيك. بون بلان ومن بعد نحكيو. هاي بون بلان. بون بلان. نرحبوا بسي محمد. انا قلت لك اسم الولايه. سي محمد بن حموده المهتم بالثقافه التونسيه حاضر معنا. نسلموا عليه برشا. سي محمد مرحبا. عسلامة سي محمد. تحية لك كريم جيهان وليكيب تكنيك وكل المستمعي على كيفك في اذاعه الشباب وين ما كانوا. هكا سي محمد تخليه هكا ديما يسجل عليا النقاط ديما. لا شوي هاك بتسجل علي انت. باهي اما خليني نستمتع بالبونت اللي سجلته توا ومن بعد يعمل لا دي. اعطيته كوره في 90 يا اخي مركاها. باهي نرجعوا للفار. اما الولايه اسمها العاليه هي الولايه الوحيده او المدينه الوحيده في تونس اللي هي مذكر مثلا الكيف العالي. الكيف كل مؤلفين تي ما انا نسبت لحظه برك باش نقول لك النجم باهي هو سيدي مخلوف اي اما راهو انا نسبتها للولايه. ولايه الكيف العاليه تنجم تمشي هكاك راهو مع الولايه. الكيف العالي ما يحبوا ديما الكيف العالي الوحيده اللي في تونس. المدينه مذكره. ريت الفار في تونس راهو سي محمد معناتها كل انت والزاويه اللي يعطيها لك المخرج. سي محمد حب يوصف لي 160 كيلومتر في غرب العاصمه كما قال يعني المره فاتت البرزقين. اي اما راهو قبل ما ناخذوا ان شاء الله ثنيه وماشي الكيف راهو فما فقره اخرى داخله في وسط الفقره عديناها وانا راني ما ننساش. اللي هو فطور الشيخ باش يبدا يتشهى هو. اي اليهني. شو اليهني اقعد. لا سي محمد اقعد هكاك لحظه. ما تعرفوش ديجا. انا حاسي بالله بتاعك انت تعرفوا اليهني انت؟ لا وانت ما تعرفوا. انت تعرفوا؟ لا هكا هو تعادل ايجابي هذايا واحد ما نعرفوش. ماكله جربيه بالقراع الاحمر. بصل حمص هريسه طماطم وفلفل وشويه بزار رفاح تحطهم يطيبوا. بعد تقص القراعه تقصه معناها مرسوات وبعد يتحط وتغطيه وتحط له شويه زبيب في الاخر. حاجه بنينه برشا معناها. كل مرقه قراع اما اسمها يهني سبيسيال جربيه يطيبوها في العروسات نتاعهم. وماكله صحيه. صحيه وبنينه وتو وقتها. هويكا تقعد تمشي معك حتى الشتاء. هذه اسمها اليهني. حكي عليها قبل عبد العوي قال مرة أمه طيبت له فطور قال لها لا ما نحبش ناكل. قالت له شنو تحب طيب لك اليهني؟ وقعد ما عرفش شنو هو اليهني. وصل مشى استدعوها في عرس في جربة ومدوا له مرقة القراع قال ترى هذه هي اليهني. فوالا أمي كانت تقول لي عليها. هذه فطورنا الرفاق. صحة وبالشفاء صحة وبالشفاء. يشفيكم ويهنيكم ونودكم ولا نشهيكم. انت كل جمعة تود تشهي فينا بون مانيش باش نقول ما ودتنيش مش مشكلة. هاي ان شاء الله. سي محمد اسمع اليوم ما دخلتش عليه خاطر انا في بدايه الحصه قلت اليوم اسمه ما عادش اسمه كريم الزغبي اسمه كريم عتابو خاطر قاعد اليوم عاتب في كل واحد على حده. معناتها بتجي على سي محمد بتجي على سي محمد هكا نعاتبو. اوكي هاي سيدي الكيف ان شاء الله ما يطلعش تختار اغنيه فيها عتاب. المهم الكيف قلنا بلاد الكرسي. علاش بلاد الكرسي؟ خاطر هي بلاد الدولة الحسينية معناها. علي التركي ذا كان جايد قبل بعثوه للكيف الدولة الحفصية خايفين منه. خذا تزوج غاديك بامرأة حفصية الشيرنية يقولوا لها. قبلها كان خذا واحدة شنوفية ذو زوج عائلات كبار في الكيف. شنوفية حفصية الشيرنية جابت حسين بن علي. حسين بن علي هذا نهار 12 جويلية 1705 أسس الدولة الحسينية اللي فات في 25 جويلية 56 بإعلان الجمهورية. سي محمد بين قوسين نحل قوس صغير ونسكروا. سي علي التركي هكا ولا بوه اي نبداو. هو يحب يوصل للجهاد التركي.
انا عرفته يعني. تركي هذايا مش تركي اوكي. يعني هو من جزيره في اليونان قرب قبرص. قبرص جزيره بحذاها من المماليك الصقليين اللي كانوا عند المملكه العثمانيه. جا وكان وهو بو حسين بن علي اللي قلنا مؤسس الدولة التركية، الدولة الحسينية. دخلنا من ديانة تركيا. ايوه كيف اقدم من هكا كيف علاش قلت جبت لك علاش بلاد حسين خاطر عاداتها وتقاليدها في سواء في الغذاء ولا في اللبسه متشابهه برشا لتونس، لانهم هم يعتبروا روحهم اخوان البي معناها. اي خال البي شيرني نقولوا. اي نفس العادات والتقاليد عندهم اللي في الكيف تلقاها موجوده في تونس. كي نقولوا الكيف نقولوا سيكافينيريا معناها مدينه فينيوس. علاش جاي منها كلمه اسم الكيف العالي كما قلنا. شقبانريه كي جاوا المسلمين سموها شقبانريه ولا شقبندريه هكا قصد الاسامي زوج هذوما. الكيف بلاد الفن، بلاد صالحه، بلاد فتحيه خيري، بلاد سعاد محاسن ربي يشفيها ويطول في عمرها، بلاد النادي، بلاد الفرق المسرحيه اللي طلعت من الكيف والفنون المسرحيه حاجه في دمهم. بلاد المالوف زاده. وبلاد سي محمد يلزم العباد تشوف في الكيف في الليل كي تبدا كلها اضواء. والمشهد بين الجبل وبين حاجه وانت قاعد في سيدي بومخلوف تعمل في قهوه حاجه واو. اوكي. القلعه او القصبه تاع من اجمل ما فما في افريقيا، فريده من نوعها. تتذكر كريم كي نتفرجوا في الديسانيميه وقت اللي كنا صغار فما الباب سلاسل وبعد فما تماسح قلعه الكيف هكاكا. فاكر الباب؟ قلعه تاع كيف فيها الباب. فيها الباب من القنطره يسميوها الوحيده في افريقيا القلعه هذيك. وبعد طورها حموده باشا وكانت باش يحميوا بها انفسهم. فيها البازيليك اللي هو الجامع الكبير اول ما دخلوها المسلمين، وبعد الاستقلال بناوا جامع كبير بعيد شويه ورجعت البازيليك هذيك مزار سياحي. الكيف بكلها اثار، بكلها عين للمناء وهيبه الله وغيرها من العيون اللي موجوده. نحكيو على الحمامات الرومانيه، نحكيو على حاجات مزيانه برشا، نحكيو على العصر الحجري ونحكيو على العصر الجلمودي معناها قديمه كيف. سي محمد كنت تسمحني انا في كيف الكيف توا عاملين جمعيه كيف الكيف، يعني عملوا مسالك سياحيه، العديد من المسالك السياحيه اللي منها المسالك اللي تعرف بها الجوامع اللي موجوده في الكيف، المسالك اللي فيهم القلعه وفيهم سيدي بومخلوف وفيهم يعني بالحق وبالحق يعني الناس اللي تمشي للكيف راهو الكيف فيها سياحه يمكن، وفما سياحه بيئيه في الكيف زاده. سياحه بيئيه وجمال الكيف وهواها والنقي والمنظر الخلاب كسوا في الليل كما قال كريم، القصبه والمسرح الروماني والحمامات الرومانيه والمدينه العتيقه والمواقع الطبيعيه اللي فيها ومائده يوغرتا. وايضا زاد الكيف معناها من وقت تعملت المدرسه الصادقيه وقتها بعث الباقي للولايات الكل، كل ولايه قال لهم يجيو باش تقريوا ولادكم في المكتب الجديد اللي هو معناها مش منافس للجامعه زيتونه ولكن حاجه جديده. المعهد الصادقي. الولايه الوحيده اللي بعثت تلميذ باش يقرا في الصادقيه هي الكيف اللي هو الشيخ الصحبي المصراتي اللي تو تلقى دار الثقافه في الكيف مسميه باسمه الشيخ الصحبي المصراتي اللي بناته اول بنات خذاو السيزيام اللي في الكيف من اول ما كان الباك كان على مرتين اللي ينجحوا الباك بنات من الكيف، السيزيام من الكيف. من قبل المراه الكيفيه مشهوره بجمالها وبشخصيتها. قلت لك هذه الشرميه اللي خذاها علي التركي تجاهها جاله وعنده ولد اسمه عامر معناها وخذاه اللي هو قايد نورمالمون معناها وشرفت عليه انه يقبل ولدها معاها. الجمال نتاع الكيف من قبل معروف من العهد الروماني. كما قلت لك الكيف زاد بتاريخها الفني معناها الفن يجري ولا الغناء يجري في دمهم معناها لحظات والصوت الجميل اللي عطاوه لهم ربي سبحانه وتعالى. يمكن الهواء النقي عنده تاثير
على البدن نتاعهم، وعلى الحنجر. يتولدوا يسمعوا في الغناء، خاطر اللي صار في العروسات لحظات يتلموا وتبقى نساء يعود على الآلات الموسيقية الكل. البرزقين هذه حاجة مهمة جدا في الكيف، معناها سورتو في التربية وما في ماي، معناها تلقى ديما برشا في النابل تلقى عجة مي وتلقى عصبانة مي يسميوها زادة في تونس الكل ديما بعد شتاء قارس برشا وكان بارد يحتفلوا بخروج الشتاء انهم يطيبوا البرزقان اللي هو كسكسي بالحم الكتف نتاع العلوش اللي يتصور في الكليد ومع الزعتران، ويزيدوا الحليب البقري مع السمن والزبده، وفي عوض الحمص والفول يعملوا فاكهه بانواعها واشكالها، يبدا ماكله مشخشخه بالحق ترمز للوفره. وكي يفرحوا بيك داير في الكيف يطيبوا الكسكسي والبرزقان، يعني برزقان كانوا يعملوه قلت لنا احتفال بلاد كامله، بعد ولا يحتفلوا به في مهرجانات، يحتفلوا به كي يجي في الافراح زاده، يحتفلوا به في العيد، يحتفلوا به في العروسات، يحتفلوا به كيف يمشي واحد للحج ولا كي يروح من الحج، ولات حاجه اكله معناها معروفه بها الكيف، خلف الاكلات الاخرى اللي بنينا برشا معناها بالحق. الكيفيه عندهم ذوق وعندهم نفس باهي في الماكله، الخبز الطابونه، البلاد الكرم وبلاد الضيافه، هي حاجه معناها خاطر ممكن جايه في خاطر تحل على الشرق الجزائري كارفور معناها الكيف، وبلاد الاسواق، خاطر في بالك الكيف هي ثالث اكبر مدينه في تونس، معناها اول مدينه تونس نحكي مصوره معناها فيها صور. تونس 300 هكتار، تجي بعدها القيروان 50 هكتار ونيف معناها حكايه 54 ولا 55 هكتار حاجه كمان هكا، الكيف 47 هكتار مسيجين بصور معناها صور وفيها بيبان و7 بيبان ولا اكثر. معناها صفاقس 28 هكتار باش تفهم قداش القدره تاع يظهر لي ماشيين جزء ثاني كيف ماشيين الجزء الخميس عندنا برشا حاجات، فوالا عندنا السيناغوغ اللي هي موجوده في كيف، موجوده في جربه وموجوده في قسنطينه ملا عندنا الكنيسه، عندنا الماكله تاع ملا خلي الجزء الثاني فقط تقعد معايا سي محمد درساف نقصوا التسجيل هنا اللايف، خلينا خاطر باش نعديو شوي موزيكا، تقعد معايا سي محمد.